صباح الخير، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ودي قناتي. لو عجبتكم فيديوهاتي ما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل وصفاتي. هنعمل النهارده خدود النونو، حاجه كده سكر سكر، يعني مش هقول لكم. يعني بصي هتعمليها على طول، الاولاد هيحبوها وظريفه، وممكن باي حشوه تعجبك. ممكن حشوه مربى، حشوه شوكولاته، نوتيلا، جبن، جبنه حادقه، جبنه، اي حاجه عندك موجوده هتقدري تحشيها بيها. لانشون، بسطرمه، اللي يعجبك موجود. انا عامله ميكس جبن على بعضيها كده. كان عندي بواقي جبن رومي على شيدر على موتزاريلا، حتتين جبنه نستو على جبنه بيضه، يعني بصوا، وعجنتهم مع بعض وحطيت عليهم معلقه حبه بركه. ممكن تحطي سمسم اللي يعجبك، بس ده بيدي طعم للجبنه خطير. عندنا كمان جبنه اللي هي اسطنبولي عادي. عندنا هنا كمان كيسين، 3 اكياس لبن نيدو. اللي عايز يستعمل لبن عادي مفيش مشكله، بتبقى كوبايه بس. اللبن النيدو ده بيديله طعم في منتهى الجمال. عندنا معلقه بيكنج باودر، وعندنا معلقتين كبار سكر، عندنا نص كوبايه زيت. يعني لو قسيها في الكوبايه المعياريه هتبقى نص كوبايه، او 100 ملي، 100 جرام، يعني فاهمني. عندنا كيس خميره واحد، وعندنا 450 جرام دقيق. الميه بقى احنا مش هقول لكم الميه قد ايه، لان على حسب الدقيق بتاعكم. اول حاجه هنعملها خالص، هناخد السكر اهو، ادي السكر، وهنحط عليه كيس البيكنج باودر، وهنحط عليه كيس الخميره. تمام. وهنحط الميه دي. الميه دي دافيه، يعني ما تحط صبعك فيها كده تستحمليها عشان الخميره ما تموتش. انا هاخد الاول كوبايه الميه دي، مش هاخد غيرها. لو عوزت ميه نزود. تمام. هنقلب ده كله ونحطه على جنب شويه عبال ما الخميره بس ايه تشتغل. طيب هنسيبها على جنب علشان تختمر براحتها. تمام. عندنا بقى ايه الدقيق، 450 جرام دقيق. وهنحط الزيت بس مش دلوقتي، الزيت ده لما ايه نيجي نحط الخميره، ما الخميره بس تتفاعل. هنجيب البوله بتاعتنا وهندخل فيها الدقيق، دول 450 جرام دقيق. تمام اهو. هنحط عليهم اللبن البودرة، وهنحط عليهم البيكنج باودر. انا حاطه ذره ملح على الدقيق، اللي هو على الدقيق، يعني ذره الملح بتاعت المعجنات. تمام. هنقلب ده كله مع بعض، وهنبتدي ناخد الخميره ونحطها عليه. هنا الخميره بتاعتنا اهي اتفعلت. هنقلب المكونات الجافه كده على بعض. بصي من كتر جمالها والله هتعمليها كل اسبوع، يعني الاولاد هيقولوا لك عايزين منها. تمام. طيب هنفتح كده، هنحط الخميره، شايفينها عملت طبقه ازاي بره اهي. هنحطها، متسيبيش حاجه في طبق الخميره. هنحط الزيت، وهنبتدي نقلب العجين. نقلبه بس، ندخل دول في بعض كده، وبعدين نعجنها بايدينا. زي ما قلت لكم انا ما بحبش احط الميه كلها مره واحده، باخد على قد ما انا عايزه. شايفين هي مش محتاجه ميه تاني، هي محتاجه بس تتعجن. هبتدي انا بس المها كده
طبعا اللي عنده عجان سهله جدا، هتحطي كله على بعضه وتسيبي العجان ايه يشتغل 5 دقايق. لو انت على ايدي كده زي 10 دقايق عجن. هنزلها على الرخامه عشان اعرف ايه اعجنها كويس. هنا هي على الرخامه، وهنبتدي نعجن بقى فيها 10 دقايق. شايفين العجينه عامله ازاي؟ عجينه طريه جميله ما بتلزقش وفي منتهى الجمال. هنسيبها بقى تخمر. هنجيب شويه زيت ونحطهم في القالب بتاعنا ونغطيها ونسيبها تخمر ساعه ونص. نحط الزيت اهو، وهناخد العجينه ونحطها ونغطيها ونحطها في مكان مظلم لمده ساعه ونص. اول ما تخمر هجيبها لكم ونشوفها عامله ازاي. وادي العجين شايفينه وخمر، شايفينه شكلهم امور قوي. وادي الصينيه التانية، عشان قلت لكم ان العجينه دي بتدي يعني ايه، يعني كتير، مش بتبقى قليله، حلوه يعني. تمام. هنعمل ايه دلوقتي؟ عندنا هنا معلقتين لبن نيدو، هنحط عليهم شويه ميه وهنقلب ده كله، وهنبتدي ندهن العجين بتاعنا ده. ما تتكيش عليه عشان الخميره بتاعته ما تروحش، يعني ما يهبطش، يعني وانتي كده من بعيد كده تدهني. حطيش ميه كتير فوق اللبن عشان يبقى تقيل شويه، يمسك فين في العجينه. اهو كده عملناها كلها. عندنا بقى شويه سمسم او حبه بركه، انا ما عنديش سمسم، دورت عليه مش لاقياه فهنعمل شويه حبه بركه كده. تمام. اهي شايفه انا رايكم. طيب هنعمل التانية بنفس الدهان. الحليب لو عايزه تعملي بالبيض براحتك، بس يعني اللبن احسن، ومش هيبقى محتاج ان انتي تحطي له حاجه تضيع الزفاره ولا اي حاجه. هندخلها فرن على 180 لغايه ما نلاقي الوش احمر. ما تفتحيش عليها الشوايه، هتسيبيها لما الفرن هو يحمرها بنفسه. هتلاقي شكلها في منتهى الجمال، وما تخرج هوريها لكم شكلها عامل ازاي.
وادي خدود النونو خرجت من الايه، من الفرن. شايفين القمر؟ شايفين العسل ده؟ ايه رأيكم؟ هنقطعها بقى مع بعض ونشوف هتبقى ازاي هشة من جوه. بصوا انا هوريكم بس من هنا، شايفين؟ ترجع تطلع تاني زي الفل، هشة خالص من جوه ومن بره. شايفين؟ هبدأ بقى اقطعها لكم عشان نشوف العسل ده، استمتعوا بيه. جربوها، اوعوا ما تجربوهاش والله هتعجبكم جدا جدا جدا. تمام، تمام كده. شايفين؟ رأيكم؟ طيب كمان اهي من جوه. اول مره تخشوا قناتي ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب وتفعلوا الجرس وتعملوا شير. انا منى ودي قناتي مطبخي تعليمي واعملي بايدي. مع الف سلامه وشكرا على المشاهده.